بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. حقيقوا عليا يا جماعة، انا بقالي كتير متأخرة عليكم في الفيديوهات، بس والله غصب عني، عندي ظروف في بيتي. انا بقالي حوالي دلوقتي 3 اسابيع منزلتش اي فيديوهات، بس الحمد لله ظروف وعدت على خير. فالنهارده ان شاء الله قمت من النوم قلت لهم لا يا بنات يلا نصور، لاني بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، ويلا بقى نشوف القناه ونشوف المشاهدين بتوعنا بقى سابونا ولا عملوا معانا ايه. فالنهارده ان شاء الله جمعه مباركه علينا وعليكم، النهارده الجمعه. فانا كنت هعمل محشي كرنب، وهعمل رقاق، ومحشي كوسه وفلفل. فقلت لهم تعالوا بقى نصور وكده، احنا بقالنا كتير ما بنصورش. فابتديت نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وصلينا على النبي وابتدينا. فكنت حاطه ميه السليق تتسلق، ورحت حاطه فيها الملح وحطيت فيها كرنبايه، وفي نفس الوقت غسلت الطماطم وعملت نص شفشق طماطم زي ما انتم شايفين. هي البنت بس معلش كانت بتظبط لي الستاند عشان ايه يعني نجيب المكان كله وهو بيصور يعني. فهنا بقى ايه، انتوا عارفين طبعا يا جماعه ان انا بعمل الصلصه بتاعتي ني في ني. فبضرب الطماطم في الخلاط، وبروح مخرطه عليها البصل، وبحط عليها التوابل والفلفل الاسمر والملح وكل حاجه على بعضها. صلوا على النبي يا جماعه ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير. حقكم عليا يا جماعه، انا من بعد العيد ما نزلتش فيديوهات، بس غصب عني والله. يعني الدنيا كانت ملخبطه عندي شويه، والحمد لله كل حاجه عدت على خير، وابتدينا ايه نصور بقى، وان شاء الله نبقى مع بعض على طول. هنا كنت خرطت البصلايه، وايه هبتدي بقى احط التوابل بتاعه الحاجه اللي انا بعملها على طول على بعضها. انا هنا حطيت الزيت، وارجع بقى اجيب فلفل اسمر وهجيب التوابل بتاعتي. هنا حطيت فلفل اسمر، كان عندي التوابل كنت لسه طحناها، فجبتها هي والملح قلت احطهم وايه على طول. معلش يا جماعه، انا بحط الملح من الكيس، مش عشان انا مش عندي بطرمان، انا عندي، بس مش بعرف اظبط الحياء سبحان الله الا من الكيس. لو حطيت الحاجه في البطرمان مش بعرف اظبط حيائي، ودي حاجه غريبه فيا، انا مش عارفه يعني يعني مش عارفه ابطلها، يعني ما بعرفش اظبط حياء الاكل إلا لما بحط كده من الكيس. فانا غطيت بقى الحله بتاعت التسبيكه مع نفسها كده، وهبتدي بقى ايه اسلق الكرنب. هنا بقى ابتديت اطلع، كنت بقول تيسير قربي لي الستاند مني هنا او روضه علشان اشوف ايه اعمل. طلعت المصفى، معلش مصفى بقى بايه برجلين 2، الرجل التالتة ايه اتكسرت، بس هي ماشي حالها يعني مش هتقول لا. الكرنب ده يا جماعه كرنب صيفي، بس هو حلو او مش زي كرنب الشتاء، بس ايه لا كان جميل بصراحه ربنا ومسكر وحلو. وتحت الحنفيه على طول بنزل الميه على ميه ساقعه عشان خاطر يوقف التسويه، عشان الكرنب دوت مش بيستحمل التسويه، او اي كرنب مش بيستحمل التسويه يا جماعه، فالسخونيه بتزيده في التسويه. وانا ببقى مطلعاه مظبوط، مش محتاج ان انا اسيبه ايه وبعدين في نفس الوقت بنبقى شطفنا الورقه يعني بميه. ابتدي بقى اطلع ورقه ورقه، كل ما الورقه بقى لها سالكه معايا معنى كده ان هي ايه استوت. مش سالكه بسيبها. صلوا على النبي يا جماعه ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بالله عليكم يا جماعه ارفعوا لي القناه شويه، لان القناه واقف حالها، انا اللي وقفت حالها بايدي، بس معلش سامحوني، انا غصب عني. يعني كل بيت فيه يعني ظروفه، فكل واحد يعني ايه عارفين البيبان مقفله على اللي فيها يعني. هنا بقى كانت التسبيكه اتسبكت عبال ما عملت بقى السليق، خلصت سليق، وكان عندي نص كيلو كوسه عملته، وعملت كام حوالي ربع كيلو فلفل عليه. فهنا بقى قلت اقلب الرز عشان ابتدي احشي على طول. وكنت غسلت الفراخ ونقعها بملح وليمون، كل ده عملته عبال ما التسبيكه اتسبكت. فالحمد لله يعني، وغسلت الخضره، وكنت منقيه الرز وغسلته. هنا كنت واقفه على الحوض بغسل بشطف الخضره تاني وانزلها تحت الميه عشان تبقى نظيفه وكده، وهبتدي بقى اخرطها واقلب الرز واقعد احشي. صلوا على النبي يا جماعه ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. بس بصراحه ربنا هي الطماطم غليت مش عارفه ليه تاني كده، والحاجه كلها غاليه. البنات لقوا البتنجان بحوالي 12 جنيه باين، بس مش موجود كمان، مش حلو يعني، لقون قاضه. وجابت لي كرنبتين، الكرنبتين ب30 جنيه، والطماطم ب10 جنيه. الحمد لله يعني كل حاجة ايه، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. صلوا على النبي يا جماعة. خرطت بقى الخضرة، وكان انا بحب اقلب الرز على الولعة علشان وانا بحشي ما يبقاش فيه مية
ولا صرصره كده الواحد يبقى متضايق منها ولا اي حاجه. مش بحب اقلب على البارد، انا بحب اقلب كله على الولعه وانشف الرزايه عشان الرزايه تبقى مفلفله كده في المحشي وتبقى حلوه، ما تبقاش ملتوته. وفي نفس الوقت وانا بزيده ببقى عارفه الزواد بتاعه، فما يبقاش ميه في ميه كده وكله يبقى ايه ملتوت. هنا بقلب على الولعه اهو، موطيه على الحله بس ايه شغال يعني. هنا قلبت كل حاجه، وابتدي بقى ان انا اشوف ايه اكمل حاجتي. خلصت بقى وقعدت في الارض وابتديت حشو. ببتدي بقى ان انا احط ورق اخضر كده في الحله من تحت، بحيث ان ايه لو اتلسعت او اي حاجه يبقى ايه الورق دوت يعني. فابتديت انا بحب احشي الورق الاخضر تحت اللي هو الملون دوت، يبقى لونه فاتح كده شويه، بعمل راق حلو كده تحت. وبعدين ابتدي اعمل الايه الورق الابيض كله فوقيه. صلوا على النبي يا جماعه، عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير وبصحه وسعاده ومرتاحين البال يا رب. وربنا يروق بالنا وبالكم جميعا، وكل واحد ربنا يعينه على حاله وينعمنا يا رب على العيشه والغلا اللي احنا فيه ده. فربنا يرحمنا برحمته يعني. ايه، صلوا على النبي يا جماعه. ابتديت احشي بقى في الورق الابيض. بقطع الورق واحشي على طول، بحيث ان انا ايه ايدي في كل حاجه. كانت بقى روضه معايا في الشقه، كانت بتعمل روتين في الشقه. قلت لها ظبطي انت الدنيا وانا هقعد انا في المطبخ هنا، مع ان الجو كان حر. خليتها جابت لي المروحه اللي استنت، قلت لها شغلي لي المروحه لان بجد انا حرانه ومش قادره. كده اقطع بقى في الورق كده حبه واروح حاشيهم، اقطع شويه واحشيهم. والله المحشي كان جميل جدا وكان مسكر زي العسل. وهوريكم دلوقتي عمايل الرقاق. انا كان نفسي اوريها لكم في العيد بس بصراحه ما قدرتش، علشان طبعا موضوع المونتاج وكده. انتوا عارفين انا كنت قايله لكم في الفيديو الاخير ان انا مش عارفه ايه منتج الفيديوهات. في طريقه رقاق كده يا جماعه احنا بنحبها. انا مش بحب الرقاق الصواني اللي هو فيه لحمه او حاجات زي كده، لا. انا متعوده على طريقه تانية للرقاق هوريها لكم دلوقتي، اللي هو الحجاب لو حد يعرفه. بس بصراحه ربنا طعمه جميل جدا وتسويته حلوه وسهله، وهتشوفوه دلوقتي معايا. دي طريقه امي الله يرحمها. وابويا ما كانش يحب غير اكله الرقاق ديت، ما كانش يحب ياكل الرقاق الصواني بصراحه. فكان بيحب الرقاق دوت قوي، ويقول لك هاتي اديني منابي كده قدامي اكله، مش عايز لحمه انا في قلب الرقاق. فكنا نحب نشوح اللحمه ونعملها جنب الرقاق كده، كانت بتبقى جميله بصراحه. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه يحط لنا اللايك واشترك في القناه ويفعل لنا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. روضه طبعا كالعاده كانت قاعده عماله ترغي وتتكلم معايا. فهنا كنت هشيب بقى حبه الكوسه، قلت لها هاتي لي حله بقى صغيره. ورحت جايبه بقى فلفل تاني عشان خاطر الرز ده طبعا ما ينفعش، قلت لو اتعان هيبوظ وكده. فعملت حاجه يعني طوه صغيره كده حلوه، كوسه وفلفل. وما جبناش بقى بتنجان مش مشكله. دي كوسه على فلفل. وده الايه محشي الكرنب. وهقوم بقى قلت لكم انا هقوم بقى عشان نشوف نلم الدنيا هنا ونزود المحشي ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى قمت وقفت بقى ايه عشان ازود المحشي. زودت المحشي كده، محشي كرنب الاول زودته، وبعدين زودت الكوسه وسبتهم بقى ايه يطلعوا بقى. قلت عبال ما اخلص اشطب الحوض، بيبقى طبعا في مطرح الحشو الحاجات دي كلها كراكيب، فانا بحبش اسيبها. فعشان ما يبقاش عندي مواعين كتير لتاني يوم، بقت مواعين بقى لتاني يوم بتبقى مواعين مطرح الاكل بس. هنا بقى حبيت ان انا ازود الكوسه واركنها ورا بحيث ان انا اوسع على نفسي. صلوا على النبي يا جماعه ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اعملوا يا جماعه المحشي على الطريقه الحلوه دي، طريقته جميله جدا، اللي هو الني في ني. ما تقليش البصلايه عشان ما يبقاش المحشي حامي ويعمل حرقان في الصيف. احنا عارفين الجو صيف دلوقتي، ما مش حدش بيستحمل التسبيكات وكده. التسبيكه في الني ني دي يا جماعه بتبقى مسكره جدا وجميله، وبتخلي المحشي جميل بصراحه. بقى هنا بقى عماله ايه الم بقى الدنيا بقى عشان ايه اشطبها. وكنت مشطبه الحوض طبعا، وقبل ما اعمل اي حاجه كنت مزوده صبينا المواعين وعامله البوتاجاز وكده. فانا قلت بقى ايه ما تصورنيش يا تيسير، انا هعمل مع لوحدي وبعدين يبقى ايه نصور وكده. جيت انا بقى انا اللي صورت بصراحه، بس الموبايل كان عن الستاند فكان مضايقني بصراحه. هنا كنت مزوده المحشي، هو محشي الكرنب مكانش لسه طلع. هنا بقى المحشي الكوسه هو اللي كان طلع. الستاند مبقتش عارفه اشيله. هنا بقى المحشي خلاص اهو بيتشرب، والمحشي ده خلاص استوى راخر اهو.
هنا بقى هعمل الرقاق بقى. تعالوا اوريكم بقى الرقاق بقى وعمايل الرقاق بتاعتنا في عوايدنا احنا بقى يا جماعه. فهنا ببل الرقاقه بالشوربه سخنه، بجيب الشوربه احطها في طبق كده او حاجه وبحط عليها وبغرق بقى الرقاق كده، بحطه على صينيه. بصوا انا بوريكم اهو، انا بحط على صينيه ايه، بس حتى الصينيه على الحوض، طبعا الحوض نضيف وانا مصبناه، وهو كده كده الرقاق على الصينيه يعني. شو شايفين بقى، هتاكلوا بقى فطير مش رقاق، فطير بقى جميل جدا. وفي طريقه برضو يا جماعه، لو حد يعني حابب يعمل حاجه حلوه كده ولا حاجه للولاد، فانت ممكن تجيبي الرقاق دوت تعمليه بميه سخنه، ميه سخنه من غير اي حاجه، وتحطيه برضو على الصينيه كده وتخليه يضطر شويه، وتروحي جايباه رشاب سكر وتطبقيه. انا هوريكي دلوقتي تطبقيه ازاي، او تعمليه يعني حتت صغيره كده، هبقى اعمله لكم مره. بس انا والله الرقاق عندي خلص، لان احنا من العيد بناكل فيه يعني، بس مش عندي رقاق كتير اهو. بصوا بقى هنا بقى اهو، شوفوا الطر وبقى جميل ازاي. بسيبه بس يضطر شويه كده، ما بياخدش ثواني بصراحه يعني، واروح ايه مطبقاه حجاب كده. لو في حد يعرف الطريقه ديت او هو عنده الطريقه دي يا جماعه، يا ريت يقول لي، لان في ناس كتير قوي ما تعرفش الطريقه دي. اهو بعمله زي الحجاب كده. عملت انا على قد انا والبنات بقى 5-6 رقاقات مش كتير. وابتديت بقى احط السمنه، احط الطاسه واخلي الطاسه تسخن الاول، علشان اول ما احط الرقاقه ما تلزقش كده وتتهري. هشوف الرقاقه بتلف ازاي عشان الطاسه السخنه، وحطيت السمنه. ايوه بقلب اول ما بيحمر، ما بياخدش دقيقه عشان ما حدش يطول عليه، هو دقيقه واحده بالظبط وتلاقيه اتقلب. ابتدي بقى اجيب طبق وكده علشان ايه اطلع عليه. اشوف اهو، هوريكم الناحيه التانية. بصوا قلبته على الناحيه التانية دي زي دي، احط معلقه سمنه واحط الرقاق. صلوا على النبي يا جماعه، ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. ان احتجت حسيت ان السمنه خلصت بقى، احط حته سمنه تاني، بحيث ان ايه الرقاق ما تبقاش ناشفه، تبقى مقرمشه وطريه كده وجميله، بيبقى حلو قوي. يا ريت تجربوه يا جماعه، يعني لو حد عنده رقاق لسه من العيد يجربه، يعمليه بشوربه كده، وبالذات بقى لو شوربه بط بقى يا جماعه، يا خرابي على الرقاق دوت، بيبقى ملوش حل. شوربه البط جميله. او عندك شوربه مثلا بتاع، انا عاملاها على شوربه فراخ عادي، بس هو بيبقى احلى على شوربه البط وشوربه اللحمه. الجو كان حر قوي، انا كنت خلاص فيصت. فهنا هو قلت لهم يلا بقى خلينا نتغدى، عشان احنا ما كناش فطرنا، وايه البنات جت من السوق، وانا ابتديت على طول اعمل الاكل وكده. بسم الله ما شاء الله. بصوا الرقاق عامل ازاي، فطير مش رقاق، فطير طعمه جميل قوي. يعني يا ريت تجربوا الرقاق ده يا جماعه، واللي يجربه يقول لي. انا قاعده عماله اكل وغيظ في البنات ما كانوش لسه فطروا، فهم عمالين بيبصوا لي وبيضحكوا. يا روضه بقى ايه تقولي طب ما خدي بقى حته مخلل، على انها هي اللي بتاكل يعني، حته مخلل بقى كمان. فهنا بقى بقول لكم ايه، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. محشي الكوسه. يلا اشوف وشكم على خير يا جماعه، اشوفكم الفيديو